الحمد لله الذي من علينا بخير الشرائع وأوفاها، وعلم جهر كل نفس ونجواها، وخلق الكائنات وبراها. الأرض دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. سبحانه من إله عظيم، ورب رحيم، وملك حليم لا يماثل ولا يضاهى. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة من طهر نفسه وزكاها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، حبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا عند ربنا، وعلى آله وصحبه خيار الأمة وأتقاها وأعلمهم وأهداها. عباد الله، لشريعتنا الإسلامية مقاصد مرعية، وأصول قوية، وثوابت شرعية. هذه الأصول والمقاصد أهدافها الحفاظ على الإنسان وسعادته، ولكن هذه المقاصد منتظمة ومنسجمة في كليات 5: الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وهي تؤدي وظائف: أولها عبادة الله، وثانيها إعمار الكون، وثالثها الحفاظ على الإنسان. وأهم المطالب مطلب أمن المجتمعات واستقرار الأمة. وإن الإسلام بهذه المقاصد وهذه الكليات والقواعد وهذه الأصول والثوابت، بذلك أودع الله فيه سر البقاء إلى يوم القيامة، فهي شريعة حية، وأمة الإسلام أمة خاتمة. ولكن الأمة تبتعد عن هذه المقاصد وعن هذه القواعد والثوابت حين وتقترب أحيانا، فينال عدوها منها. وإننا إن نظرنا إلى شريعة رب العالمين وجدناها تعانق الفطرة وتنسجم مع الحياة، وتحفظ للناس عيشهم وكريم حياتهم. وإن الإسلام بثوابته يمثل لب الحضارة ومقدمة الرقي وأساس النهضة البشرية. وإننا من خلال هذه الخطبة نود أن نتلمس قضايا مهمة تتعلق بهذه المقاصد الكلية، وبهذه الثوابت الشرعية، وبهذه الضرورات ال5: الدين بغير أنفس تقوم به، وأموال تدافع عنه، وعقول تخطط له، وأعراض تزينه عناء. والأنفس والأموال والعقول والأعراض بغير دين هباء. وإننا نود من خلال هذه الخطبة أن نناقش أهداف المقاصد. لماذا شرع الإسلام حفظ الدين وحفظ النفس وشدد على ذلك، وشرع الأموال وصيانتها، ووضع الفواصل بين الحاكم والمحكوم فيها؟ فليس للحاكم أن يتغول على أموال عامة الناس فيأخذها غصبا، إنما عليه أن يأخذ حق الله فيها: الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن هذه الفواصل وهذه الحدود وهذه
الثوابت التي نحن بصدد الحديث عن جزئية مهمة منها هي مقصد الإسلام ومرماه وهدفه ومراده وأصله وثوابته. إنني أود أن أتحدث عن مفهوم الأمن في الإسلام. إن الأمن والسلامة وأن لا يروع المؤمن وأن يعيش مطمئنا في دياره مطلب ينشده كل عاقل ويطلبه كل كائن. أنت ترى الكائنات في الغابة تتمحور وتتكيف لتحافظ على نفسها ولتسلم في غابة لا تحكمها قوانين ولا تسودها قيم. إن الإنسان من باب أولى أن يطلب الأمن وأن ينشده، فهو نعمة الله على المجتمعات حتى الكافرة. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن يأمن الناس على أنفسهم وعلى أرواحهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم، وقبل ذلك أن يأمن الناس على دينهم من الشهوات المضلة والشبهات المنحرفة. ذلك هو الحياة الدنيا والعيش الكريم الذي ينبغي أن ننشده. وتأتي هذه الخطبة في إطار مفاهيم خاطئة عن الأمن. إن مفهوم الأمن في السودان يرتبط بالخوف للأسف الشديد. إذا قيل هذا رجل أمن يطرق بابك أنت ترتعد وتخاف ويضطرب قلبك. الأمن هو السلامة، هو الطمأنينة، هو السكينة. والأمن لا تصنعه حكومات ولا تحفظه دبابات. الأمن يحفظ بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق وبعامة المجتمع والشعب. إن الذي بلغ عن الأسلحة ودل عليها هم من عوام الناس وممن لم ينالوا حظا وقسطا من التعليم، ولكنهم خافوا انفراط الأمن وخافوا الفوضى وتبدل النظام إلى فوضى وتحول السودان إلى غابة. ولذلك بلغوا وخافوا من العواقب، ليس انتصارا للحكومة ولكن انتصارا للأمن، وليس طلبا للدولة ولكن تحقيقا للنظام وضد الفوضى. هكذا يكون الأمن. ولكن لما أتحدث عن الأمن بمفهومه الإسلامي الشامل أقول متحدثا عن أسس ومرتكزات الأمن في الإسلام. الأساس الأول الأمن الفكري والسلامة الثقافية هي أساس كل أمن في الإسلام. الإسلام أول ما يقوم على أمن الأفكار وعلى سلامة عقول الناس. ولذلك نجد أن جدارنا الحضاري وثوابتنا الشرعية بدأت تهتز. طاعنون في الحجاب، منكرون للسنة، طاعنون في الحدود، متحدثون عن العلمانية، مبشرون بالإباحية، منادون إلى النظام الأمريكي والغربي في مجتمعاتنا وصحافتنا. هذا الذي يشل الأمن أساسا. ولذلك قبل أن يمسك على يد الذي يريد أن يقلب النظام ينبغي أن يمسك على يد من يريد أن يقلب الأفكار، لأنها الأساس. وإن سلامة الأفكار وسلامة العقول هي صمام أمن مجتمعاتنا وسلامة أمتنا من أن يجتاحها أي شيء. ولذلك سلامة الأفكار، الأمن الفكري أمام الثوابت. الثوابت ثوابت، الكتاب كتاب والقرآن قرآن والشريعة محكمة، ولا يجوز لإنسان أن يتعدى عليها بقلمه أو فكره. وحتى ولو وجد علينا أن نملأ الحياة والأجيال بالوعي وبالفكر وبالثقافة، وأن نحصنهم ضد واردات الثقافة من أفكار منحرفة ومن مناهج دخيلة ومن ثقافات مستغربة دخلت ديارنا وحولت مجتمعاتنا. ثم أن الأمن الفكري
هو الذي يجعل الإنسان لا يستعمل ثقافة العنف. إن العنف نابع عن ثقافة، وإن الذي يمارس العنف له مبرراته الفكرية، ولولا مبرراته الفكرية الواهية لما قال أسفك دماء وأزهق أرواح وأستولي على السلطة، بغض النظر عن النتائج والعواقب حتى في الآخرة. هذا خلل في الأفكار والمفاهيم. ولذلك الجماعات المتطرفة وجماعات التكفير والهجرة التي حتى تدخل المساجد وتغتال المصلين لها مبررات، وذلك للفوضى الفكرية. فالأمن الفكري الذي ينبغي أن توفره الدولة، ولكن مسؤولية الأمن الفكري هو مسؤولية العلماء ومسؤولية المفكرين والمربين الذين ينبغي أن ينشروا ثقافة الاعتدال وثقافة السماحة وثقافة الطيبة وثقافة الحوار وثقافة المجادلة بالتي هي أحسن. كل الشرع المملوء بهذا المخزون الثقافي الكبير ينبغي أن نحرص عليه، وعلينا أن نحذر القرصنة الفكرية والسمسرة الثقافية. في ناس قراصنة في السودان لكن زول بيسألوا ما في، وفي ناس مسمسرين سماسرة للثقافة الغربية في ديارنا. يا أخي في واحدة بتكتب في جريدة عمود يومي بورق بتوصف الراجل وصف يخالف الحياء والأدب، وأنا بعشقه وأنا بموت في كل جزئية منه. هل هذا يكتب ويراد لمجتمعاتنا أم؟ والله لما سمعت أن هنالك محاولة وأن هنالك ساعة صفر وأن هنالك اغتيالات ما عجبت، لأن الفوضى الفكرية تنبت كل شر في الديار. إن الذين يفجرون في بلاد المسلمين من الشباب والذين يفعلون يرون منكرات ويرون فساد، والشيطان يوحي إليهم أن السبيل لذلك هو تفجير أو قتل أو تشريد أو إراقة الدماء، وذلك من وحي الشيطان. ولكن غاب المفكرون وغاب أهل الاعتدال عن الساحة، وغاب الفكر وغابت الثقافة الإسلامية النجرة. ولذلك الأمن الفكري ضمان للمجتمعات من العنف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما سلمت أفكاره ما كانت له مبررات منحرفة ولا مسوغات واهية لينتقم لنفسه أو لشخصه ويتخلص من خصومه في مجال السياسة والمنصب والسلطة والحكم على حساب أشلاء ودماء وفوضى، ولا حكومة ولا سيادة ولا دولة. ولذلك أركز أن المرتكز الأول والأساسي الذي ينبغي أن تعالج من خلاله الحكومة الأزمة السلام الفكرية، الأمن الفكري قبل الأمن الاجتماعي وقبل أي نوع من أنواع الأمن. ينبغي أن تأمن عقول الناس بأن يفسح المجال في الإعلام لمن يمكن أن يربي ولمن يمكن أن ينشئ. وللأسف الشديد إعلامنا حكر على أناس دون أناس، وعلى فئام دون فئام، دون معايير واضحة. ينبغي أن تكون المعايير الصحيحة السلامة الفكرية وإيصال المعلومة وتوعية الناس. وأنا أقول للأسف الشديد وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في زعزعة الأمن الفكري في ديار المسلمين عبر واردات الثقافة، عبر الفضائيات المفتوحة، عبر ما ينشر فيها من دمار للأخلاق وتغييب للأسرة وهجوم على القيم وهدم للثوابت. يا إخوان يطرح في فضائياتنا الحديث عن السنة وعن تغييرها بالكلية. في كثير من فضائيات العالم الإسلامي طرحت قضية السنة لاغية، ولا يوجد شيء اسمه سنة، قرآن فقط. وبعد قليل حتى القرآن من الذي يفهمه ومن الذي يفسره ومن الذي يؤوله؟ إنه ضرب في الثوابت، وضرب الثوابت خطير يجعل الأمة بغير ركيزة. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية العلاقة بين الإيمان والأمن. يقول سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يولده الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإيمان هو الذي يولد الأمن. نحن بحاجة إلى جرعة إيمانية عالية تعلمنا أن لا نعتدي على أخينا مهما اختلفنا معه، تعلمنا أن لا نسفك الدم الحرام وأن لا نعتدي على مسلم. إن أحكام الإسلام وإن شريعة الله الخالدة تقول كما قال نبيها والذي أرسى قواعدها وبنى لبناتها، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه من أبيه وأمه. أخوك ودمك وأبوك ما بتقتله، هزرت معه مدت له سكينة الملائكة بتلعنك، الملائكة تلعنك بهزار. كان دار تمد له سكينة مدت له سكينة وهي ما خاشة في جرابة، طلعت السكينة من الجراب وديته عشان يذبح بيه حاجة، اديته سكينة كده الملائكة تلعنك. فما بالك بمن يريد أن يتجرأ على قتل النفس؟ تأمل قوله تعالى: وذلك أبلغ ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل الأمن والاستقرار كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وسبحان الله الآية التي بعدها تضع التدابير القوية في مواجهة ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لأن ترويع الآمنين وتخويف المسلمين، وهذا الذي حصل في ديارنا. وأنا أود أن أطرح سؤال وآمل أن أجد عليه إجابة مقنعة: هل يا ترى في سوداننا انتهى عهد السماحة والطيبة والعفو والجودية ومكارم الأخلاق والنفيذ والتجاوز عن المخطئين وعدم التشدد؟ هل هذه انتهت من مجتمعاتنا؟ وسوف تتبدل هذه المجتمعات بثقافة غريبة شاذة لا يرضاها دين ولا يقرها عقل ولا تعترف بها أعراف ولا تقاليد. أي ثقافة هذه؟ الثقافة الدخيلة على ديارنا. لذلك والله الواحد لا يستغرب من بعض نماذج السيرة المشرقة مقارنة بمجتمعاتنا وديارنا. إذا كان الصحابة يقول أحدهم للآخر، يقول أبو ذر ولأنه عربي أبيض اللون يختلف مع بلال فيقول له على سبيل التعيين: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. والسواد ليس بعيب لأن ذلك من التباين، والتباين ينبغي أن يكون قوة، ولكن التباين الموجود في سوداننا انعكس عليه ضعفا. التباين من آيات الله اختلاف ألوانكم وألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا التباين ينبغي أن يستثمر من أجل نفع البلاد وخيرها، ليس من أجل زرع الأحقاد والضغائن والعصبية والفتنة والقبلية بين الناس ليجني المجتمع كله دمارا وخرابا. لذلك قال له: يا ابن السوداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى قبيلة أبو ذر وهو إليها أقرب، ولا ينتمي إلى قبيلة بلال، ولكنه لا يجامل في الدين، والقضية قضية قيم ومثل عليا. يقول له: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحمل أمام الله مسؤولية الدماء. قتل خالد بن الوليد قبيلة بغير إذن منه، لما سمع ما قال ده زولي وأنا بحميه، قال: اللهم
إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هذه قوة القيادة، هذه القيادة التي عندها دين تخاف الله. قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما قال خالد ده زولي وغلط نحن نتحمل غلطه، ما بنقول غلطان قدام الناس، ما بنغلطه قدام الناس. ما قال كده، عالج القضية بالمصداقية والعدل والشفافية والوضوح ورفع الظلم عن الآخرين. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وقال لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية. هذه الألوان ليست من كسب إنسان، إنما هي من خالق العباد جميعا ربنا الرحمن. هو الذي خلق الناس مختلفين هكذا، لا ليقتتلوا ولكن ليستفيد بعضهم من بعض. ثم سمع أبو ذر القضية، ما احتاج إلى مفاوضات في أبوجا يدخل فيها أوباسنجو ولا الاتحاد الإفريقي عشان يحلها له ويقلبوا وما يحلوها. ما في زول قال للناس ديل صلوا على الرسول يا اخواننا كده دقيقة. الناس اللي قاعدين ديل كلهم حكومة ومعارضة، الناس المتبردين ديل ما بزول قالوا كده يا اخواننا صلوا على الرسول. ما بزول قالوا الله قال والرسول قال. السودان ما في القاموس ده انتهى خلاص. يعني في السودان في السياسة ما يصلح الله قال والرسول قال، لا تصلح في السياسة. قال له أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية. أبو ذر جعل يرتجف. الجاهلية بعد أن أنقذه الله منها جاء يجري وأتى إلى أبي ذر ورقد أبو ذر على الأرض. جلق بلال قاعد رقد في الواقع وقال له يا بلال لا تطأن بقدمك السوداء على هذا الخد الأبيض، لا تطأن بقدمك السوداء على هذا الخد الأبيض. فقال بلال وأيضا كان له دين، قال له ارفع رأسك يا أخي، ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله. ولطالما قتل في سوداننا وجوه سجدت لله تعالى. ارفع رأسك يا أخي، ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله. في المفاوضات ما جاء صلاة مغرب وقفوا واحد صلى بهم وقربيهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ألم يقرأ عليهم يا أيها الذين آمنوا يذكرهم بإيمانهم؟ الإيمان هو الذي يحفظ للمجتمعات أمنها وسلامتها، هو الذي يحمل الأخ أن يتنازل لأخيه، هو الذي يحمله أن يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك أنا أقول قبل أن ننزع السلاح من الأيدي علينا أن ننزع الضغائن من القلوب. قبل أن ننزع السلاح من الأيدي علينا أن نستل سخائم الغل التي في قلوب الناس وأن نخرجها، وذلك ليس بالحوار ولكن بإرساء قيم الأخلاق والأسوة والقدوة بالممارسة والمعاملة. ونطالب الدولة أن تكون أولا، ونطالب المجتمع كله لنسلم ونأمن. ثالثا إن من أكبر أسس ومرتكزات الأمن في الإسلام وجود مرجعيات يثق الناس بها ويلتفون حولها، وعندها تسلم المجتمعات في كل نازلة وعند كل نائبة يهرعون إلى الثقات فيبصرونهم
ويأمرونهم بالهدوء وعدم الاستعجال، ويربون الشباب على عدم الحماسة الزائدة والانفلات والتهور، ويأخذون بأيديهم إلى التعقل وإلى التأني. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلماء والمختصون والمفكرون والثقات وأهل الخبرة والتخصص. أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يحددوا الواقع، يقولون يا إخواننا حس الآن أنا أرتاب جدا في القتل وذبح الرهائن الذي يظهر في التلفاز والشاشات، أعتبره يخدم أمريكا أكثر مما يكسرها. ولو أن الشباب الذين يفعلون هذا ردوا الأمر إلى عقلاء وإلى مختصين ومفكرين لقالوا لهم لا تجعلوا لعدوكم فيكم فرصة. هذا الذبح مستفز في الصورة، يجيبوه ويذبحوه ويكورك ويفرفر. يا أخي اقتلوا، لكن ما تصور الكلام ده. اقتلوا إذا أنت رأيت أنه دمه هدر لأنه في دار حرب أو غيره من المسوقات، اقتلوا ولا تستفز الآخرين. من الذي سوف يتعاطف معك؟ لا ينبغي أن نكون هكذا. لذلك المرجعيات. وهنا أود أن أقول كلمة صريحة. لأول مرة أشعر أن لدي رغبة ملحة في دواخلي أن يبقى نظام الإنقاذ حاكما. لأول مرة أحس أنني أخاف حقيقة على أن يتبدل النظام وأن ينفرط الأمن وأن نكون عراقا أو صومالا. لأول مرة أشعر أن الشرطي والجندي الذي يقف في الطريق وهو يفتش عن السيارات أدعو له من خالص قلبي بالتوفيق والسداد والمعونة والله. وأقول ذلك في هذه اللحظة والله شهيد، ليس حبا في الحكومة ولكن حبا في الأمن والنظام، لأن الدعوة لا تزدهر إلا في مجتمعات آمنة، والإسلام لا ينتشر كما ينتشر في ظل مجتمعات مطمئنة. ولأول مرة يتجسد أمامي حديث أكبر سياسي في تاريخ البشرية، أجد كلامه كلام السياسيين لا يأتي أمامه ولا يمثل أمامه شيئا. يقول هذا السياسي العريق والقائد الجليل والأستاذ الكبير والمحلل المعصوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، يقول 60 عام تحت إمام جائر خير للناس من يوم بدون إمام. 60 عام تحت إمام جائر خير للناس من يوم بدون إمام. 60 عام يعذبك ويشيل ضرائبك ويقطع منك ويمنعك ويتعبك وتداعيه وتكون زهجان منه، ده كله يوم واحد بس ينفلت الأمن كله يكون لابسين كاكي، لا تعرف التابع لدمنه والتابع لدمنه، والضرب يشتغل، وتصبح الدولة بلا سيادة والحكومة بلا نظام والمجتمع بلا أمن. عندها لن يجني الثمرة المرة والحصاد الأليم إلا المسلمون. وأسائل نفسي مرات يا ترى لو حاول الانقلابيون قلب النظام وحصلت فوضى لمن سيؤول الحكم؟ ومن الذي سوف يمسك بزمام الأمور؟ هل سيعود الإسلاميون والمسلمون إلى السلطة ثانية؟ لا أظن ذلك يكون. فعلينا أن نقف مع الدولة، ليس لأنها دولة الإنقاذ، إنما لأنها تمثل سيادة الشعب وتمثل النظام والأمن. نقف معها نصلحها ونقومها وننتقدها الانتقاد الموضوعي فيما يصلحها، ونسد الثغرات حتى نخرج من الأزمة التي نحن فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث البليغ، قالوا يا رسول الله يكون أمراء نعرف منهم وننكر،
ظاهر الشيء الغلط الما من الدين واضحة بيعملوها. يقولون ما لا يفعلون، الحديث في صحيح مسلم، ويفعلون ما لا يؤمرون. الله ما قال لهم يقطع من راسهم يسووا، الله قال لهم سووا ما يسووا، ابعدوا منه. دين ألا ننابذهم نطلع عليهم نشيل السلاح ضدهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طبعا في ناس سياسيين كلام الرسول لا بينفع معهم، الرسول لك ما تطلع عليه، مش جبن أو خوف. النتائج سيئة والعواقب وخيمة والمآلات والنهايات رديئة. اسأل العراقيون وصدام، سيتمنون وجود صدام وعدم انفجارات في كل مكان مع أنه كان جائرا وظالما. اسأل الصوماليون عن سياد بري، سيقولون يا حليل أيام. سل كلهم. لذلك العقل والدين والسياسة بتقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في طبعا ما بيفهموا الكلام ده، لأنه عنده السياسة فوق للرسول، ونحن عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام فوق للسياسة. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، معناه حقن الدماء كما قال ابن حجر وتسكين الدهماء، عشان ما يزول يقوم يجوط وده يضرب ده والحكاية يجوط وما يلقوا شيء. ثم رابعا من مرتكزات مفهوم الأمن في الإسلام الأمن والمعاصي. يقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الخوف لبسوا اللبس، لبسون الخوف لبس، يعني الخوف لا ينفك عنهم، خايفين طوالي، أمن ما في، بما كانوا يصنعون. المعاصي هي التي تذهب نعمة الأمن. والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمن والمعاصي لا يجتمعان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبأ جنينة سمحة، قال لك أول حاجة جو باعوضة ما فيه، والجنينة عن يمين وشمال، السد عملوه، والجناين عن يمين السد وشمال السد، بيقول اسمه الجناين باليمين والشمال. الجناين على الجنائن من اليمن من محل السد إلى صنعاء جناين تمشي ما في شمس. المرأة لو دايرة فواكه بتخط المكتل أو الزنبيل يعني القفة فوق راسها وتسير داخل الجنائن، تخرج وقد امتلأ المكتل والزنبيل فاكهة دون أن تكلف نفسها على القطف من كثرة الفاكهة. فأعرضوا بالمعاصي والذنوب فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط ذواتا أكل خمط يعني عشر. الجنان كلها بقت عشر، العشر الواحد ده عشر وأثل كل شوك وأفضل فاكهة خلوها اليوم لأن ما بيستاهلوا وشيء من سدر قليل وحبة نبق، يعني حتى النبق ما كثير بس حبة نبق لأنه ما بيستاهلوا، حبة نبق تحولت وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا أياما وليالي آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هنا كانت دولة مزقناهم كل ممزق، اتفرتقوا، ناس بقوا في الغرب، ناس عملوا دولة في الشرق زي ما قال المفوض السامي بتاع اللاجئين، قال الولايات يدوها حكم ذاتي، قال ويفرتقوها ويقال هنا كانت دولة.
وجعلناهم أحاديث ومزقناها كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا من مرتكزات الأمن البعد عن المعاصي. المعاصي تجلب غضب الله تعالى وتوجب الهلاك والدمار. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان المرتكز الأول عن الأمن الفكري، والثاني عن الإيمان، والثالث عن المرجعيات، والرابع عن المعاصي، والخامس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعيا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعيا يحفظ أمن المجتمعات. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من رواية النعمان البشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. في ناس يجيبوا السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها ما في قدة، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يطلعوا بفوق ويرموا في البحر يجيبوا مويه. فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل السفينة لو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ما تخلوا يقدوا السفينة لأنه ما بقوا راكبين. السفينة دي كانت قدت المجتمع كله بيغرق، المجتمع كله بيغرق. عشان كده شوف الحديث ده قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. زول مستقيم وزول منحرف. المستقيم ما بيمسك على المنحرف، ما ببلغ، ما بيحفظ، ما بيدفع المسألة دي. ده بعدين لما الأمن يتفكى هو أول من يتعب. وأنا أكلمكم بالواضح، أكثر ناس حيتعبوا في ظل انفراط الأمن الناس اللي ما عندهم سلاح، الناس اللي ما عندهم أسلحة. في ناس عندهم أسلحة وخاتنها. المشكلة الناس المساكين اللي ما عندهم سلاح، تكفي بيتك ده وستقنب، ما تقدر تمشي. ده إذا حصل، ونسأل الله أن يجنب بلادنا ذلك. ولكن أنا أتكلم بالصورة المخيفة حتى يعرف الناس حقيقة الصورة وتتضح لهم. ولذلك إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المخطئ. وما تقول الموضوع ده أنا مالي وماله، الموضوع بعدين بيعم. لذلك ينبغي أن يحس كل إنسان بالإحساس الجماعي وبالروح الجماعية في المحافظة على الأمن والمجتمع. وسادسا وأخيرا من مرتكزات الأمن في الإسلام اتخاذ التدابير الوقائية المادية، يعني يأمنوا، يحفظوا، الشرطة تنتشر، الجيش ينتشر عشان الناس يأمنوا. هذه كلها مطلوبة. الصناعة، الدبابات، أي شيء يحفظ للمجتمعات أمنه وسلامته، هذا مطلوب. ولكن وبكل صراحة أطلقها من هذا المنبر، لو أن هنالك أذن واعية تسمع هذا الكلام، وأتمنى أن يصل الكلام إلى المسؤولين. الحمد لله يا أخواننا، الكلام اللي بيتقال هنا بيصل المسؤولين. يعني وزير الأوقاف أرسل لنا قال خلوا محمد سيد يجي عشان نوريه مسألة العمرة والأمنية دي، ومشيت وكان مشغول. وأرجعنا الأسبوع القادم الحوار والنقاش في هذه المسألة. إنه أنا ما عندي أغراض سياسية، لا دار أحرض ولا دار ناس يطلع النظام. أنا عندي حاجة واحدة، أريد أي مسؤول ينحاز للمواطن المسكين في كل المسائل، وانتهى الكلام. في كل المسائل ينحاز إلى المواطن، وما دار أكثر من كده. ولن يراع، والله ما تجوع وجه. والله المسؤولين إذا بيقف مع المساكين، وأي مسكين واجب يعتبروا أبوك وأخوك. وفي المحلة دي أبوك ذاته ولدك لو واقف كده وتعبان واقف في الشمس حتعمل له شنو؟ لو بيتعطل في المطارات بترضى؟ لو بيسووا له في كل الإجراءات بترضى؟ فقط هذا المطلوب.
ووزارة الأوقاف عندها الحق إنها تصحح الكلام ده وإنها تعلق عليه، وأنا في انتظار تعليقهم. الكلام الذي أود أن أقوله عن الأمن في هذا المنبر، ودي مسؤولية يسألني منها رب العالمين، وينبغي أن تتأكدوا يا إخوان، أي ذل بيجي يصلي يطمئن، أنا ما عندي أجندة خفية، ما عندي أي أجندة. هذا الكلام الذي يقال في هذا المنبر قبل أن أتقي أحد فيه أنا أحرص أن أتقي الله فيه أولا. أقول في الأمن جمع السلاح من الناس التنظيميين والما تنظيميين، ما في اسمها في التنظيم، التنظيميين والما تنظيميين، ويكون السلاح عند مؤسسات معروفة. ده واحد، تدبير واحد. اثنين، أقول في جمع السلاح يجمع السلاح من الجنوبيين. والله أنا خايف السلاح ده ينجمع من المسلمين وتنكشف البلد والجنوبيين يسووا فينا عملية ما يعني بين رب العالمين. أنا أشدد على الحكومة أن تجمع السلاح باولينو ولا باولينو اللي احتل المحكمة في الكلاكلة وكلهم، وذات نحن نعرف جونجانا ده لما نيجي بعدين حاجة بسلاح ولا بدون سلاح، والناس اللي معاه يكونوا مسلحين ونحن نكون ما مسلحين. يعني تقدمون لجونجانا عشان يذبحنا يعني ولا كيف؟ عشان يذبحنا. أنا أقول لكم رسالة مهمة جدا. المسلمون في البوسنة، إخواننا أسمعوا، أنا ما زول بتاع عنصرية ولا عصبية، لكن أنا بتكلم من منطلقات الدين. المسلمون في البوسنة قالوا الصرب كنا عايشين نحن وهم سوا، ما في أي مشاكل بيناتنا، وبيضحكوا معانا ويبنوا معانا وشغالين. يومنا اللي انقلبوا علينا ودون سلاح، أقرب الناس اللي كانوا شغالين معانا في البيوت قتلونا ضبحونا. ده في البوسنة. المجزرة اللي حصلت في البوسنة الصرب والبوسني كانوا واحد، بيتونسوا ويضحكوا، والبوسني ما ملتزمين بالدين ذاته كثير كده، عشان اسمهم مسلمين، أحمد وعلي ومين وعزة كده، لكن ما في التزام معاهم سوا وكانوا ماشيين طالعين سوا. يوم نديك لقوا سلاح ولقوا سند من دولة ضبحوهم عن آخرهم. وأنا أحذر فاعتبروا يا أولي الألباب على الحكومة أيضا أن تأخذ السلاح من كل مواطن بغض النظر عن دينه ولا جنس ولا لونه، يأخذوا السلاح كله يجمعوا عندهم عشان نأمن. هذه بعض التدابير التي يمكن أن تكون من مرتكزات الأمن في الإسلام. هذه الخطبة وفق تداعيات الأحداث الأخيرة التي حدثت من أجل أن تعم الفائدة وأن نوسع القضية والحديث عنها. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مجتمعاتنا وأن يصون ديارنا وأن لا يحصل فيها من الشر والمنكر والمكروه شيئا. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لتحكيم شرعك وإقامة دينك، وهيئ لهم بطانة صالحة، واجعل القادة ينقادون إليك ويقودون الشعوب إليك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك يا رب العالمين، اللهم حكم فينا كتابك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين، واهدهم إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم إخواننا المكلومين في العراق وفي الصومال ممن فقدوا نعمة الأمن والطمأنينة، اللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، وردهم إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.